اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم جبت لكم لوبيا ماجدو او لوبيا خضراء بطريقة بزاف بنينة، تجي زاكية بزاف. جربيها ورجعيلي بالخبر. وهنايا بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة لطريقة التحضير. هنايا درت الدجاج يتقلى ودرت عليها واحد النص حبة بصل مقطعة تكون خشينة شوية، ونخليهم يتقلاو غاية، ما نديرولهاش الملح باش طيب لنا اللوبيا تاعنا. هنايا نخلوهم يتقلاو غاية حتى يدبال لي بصل. من يدبال لي ندير واحد المغرف كبيرة تاع طماطم مصبرة تعطيها بنة زاكية، ونديرها مع الدجاج تتقلى، ونشحرو غاية ديك الطماطم تاعنا باش تطلق لنا قوش بزاف. اللوبيا بهذه الطريقة تجي بزاف بنينة، يعني انا ياكلوها ما يخلوهاش كامل، تجي ما شاء الله. وهنايا حبيت نرحب بالمشتركات الجدد، مرحبا بكم كامل في قناتي، والله نورتوني. وانتيا اللي مازال ما اشتركتيش مرحبا بك انتي تاني، اشتركي في القناة. وهنايا نرجعوا للوبيا تاعنا. وهنايا مور ما تقلاولي غاية الدجاج شرب لي البنة المطلوبة، نجي هنايا نزيد عليه واحد الفص كبير تاع توم مرابي، نخلوه يتقلى غير شويه ماشي بزاف باش ما يتحرقناش، ونجو نزيدو عليه مباشرة قيس حبة طماطم مرابية. هنايا كل ما قليتي طاجين تاعك كل ما جاتك بنينه بزاف اللوبيا، ما تقلقيش عليها وديريها ليه يعني نقصيلها وخليها تتقلى في غرضها باش تجيك بنينه. وشوفوا المنظر تاعها كيفاش راهو شباب، مور ما خليتها تتقلى لي غايه. ونجي هنايا مباشرة نبدا نضيف في التوابل تاوعي. في التوابل شان نسحق عندي نصف ملعقة قرفة، ملعقة قهوة بطبيعة الحال، زائد نصف ملعقة زنجبيل، زائد نصف ملعقة كركم، زائد نصف ملعقة حرور، زائد نصف ملعقة كمون. هادو هما التوابل اللي عندي هنايا. مور ما درتهم كامل نجي مباشرة ندير اللوبيا تاعي، مور ما غسلتها بطبيعة الحال وقطعتها. وانتيا الا بغيتي تخليها طويلة خليها، انا نبغيها هكذا مقطعة. مور ما درت اللوبيا تاعي نجي ندير ملعقة صغيرة سكر، الدور تاعه يحافظ على اللون تاع اللوبيا والقوام تاعها، ما يخليش اللون تاعها يتبدل مرطية. وهنا مور ما تقلات لي شويه مع لي زيبيس وصوالح اللي درتهم وشربت لي شويه البنه، جيت زدت لها ربطه تاع قزبر غادي يعطيها بنه رائعه. نجو مباشره نمرقو بالماء سخون، الماء يسي ما تكتريش كما نعرفوا اللوبيا تطلق الماء وتجيني بالقوام المطلوب. هنا توجور راني منقصه الغاز، خليتها حوالي نص ساعة طيب على نار قليلة. شوفولي بعد ما قربت من الطياب المنظر تاعها شعره شباب. هنايا شوفي شخصها زيدي لها، الا كان خاصها شوية بنة زيدي لها الكمون، الا كانت سوسوة ما تزيدي لها والو. هنا ما ننساش باللي ما ملحتش، نجي ندير الملح تاعي ونوازنو. انا صدتها هنا مازال ما طابت ليش، زدت خليتها طيب على نار قليلة وتشرب لي بنة مليحة قيس ربع ساعة زيادة. خليتها تاخد حقها في الطياب باش تجيني بنينة وتعطيني النتيجة المطلوبة اللي يعني نحوس عليها. وهنا مور ما فاتت عليها واحد ربع ساعة يعني 15 دقيقة نصتها طابت لي، ضفت لها في الاخير شوية تاع كمون. كما نعرفو الكمون يعطي ذوق رائع للوبيا، بصح نسيو ما نكتروش باش ما يعطينيش ذوق تاع مرورية. وفي الاخير ضيفي لها شوية معدنوس يعطيك ذوق رائع. وهنايا هاي لك اللوبيا تاعي كيفاش خرجت لي، خرجت ما شاء الله يعني. نتمنى تجربوها وراح تعجبكم باذن الله. وهنا ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير، دمتم في رعاية الله، والى الملتقى في فيديو اخر باذن الله.